السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد على قناة هوات اقتصادية مع حنان. الفيديو ديال اليوم غادي يكون حليوة سهلة ماهلة بمقادير جد اقتصادية متواجدة في كل بيت، ولكن كتجي رائعة جدا ولذيذة بزاف ما تشبعوش منها. فكنتمنى تبقاو معايا لاخر الفيديو باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير ان شاء الله. بالنسبه للمقادير فغنحتاج 2 حبات بيض، كاس ديال السكر، نصف كاس زيت، 600 غرام ديال الدقيق الابيض، ما يعادل 6 ديال الكؤوس العبار بكاس العنبه دائما، معلقه كبيره ديال الزبده، شكلاط اسود فيغميسيل، ومعلقه كبيره ديال خميره الحلويات ما يعادل ساشي ديال 8 غرام. غادي نحتاجو كذلك معلقه كبيره ديال العسل وسكر فاني. غادي نبداو بسم الله على بركه الله. ناخذ اناء نوضعوا فيه البيض ديالنا، غادي نوضعوا حبه بيض كامله، والبيضه الثانيه غادي نحيد لها الاصفر نحتفظ به للتزيين، وغادي ناخذ الابيض نضيفه على الحبه ديال البيض الكامله. غادي نضيف السكر حبيبات، كاس الا ربع، عفوا كاس الا ربع ديال السكر حبيبات ماشي كاس. نضيف الملح ما نساوش طبعا لتصحيح الذوق. وغادي نزيد سكر فاني، معلقه صغيره ديال السكر فاني ومعلقه كبيره ديال العسل. يمكن لكم تعوضوا النكهه ديال الفاني بمبشور البرتقال او مبشور الحامض، يعني اللي كيبغي النكهه ديال الحوامض راه كتجي بزاف زوينه في هذه الحلوه. صافي غادي نخلط هاد المقادير كامله مع بعضها البعض حتى يذوب السكر مع البيض. من بعد ما كيذوب السكر غادي نضيف الزيت، نصف كاس ديال الزيت العبار بكاس العنبه. هاد الكيسان اللي عندي راه عندهم نفس العبار ديال كاس العنبه. كنخلطو كذلك مزيان حتى كيندمج مع السكر والبيض، وغادي نضيف معلقه كبيره ديال الزبده اللي غادي نخلطها كذلك جيدا معهم حتى تنسجم. ومن بعد ما كتنسجم هاد المكونات كامله مع بعضها البعض، ضروري خصنا نخلطوهم مزيان. غادي نبداو نضيفو الدقيق، عندي هنا 6 ديال الكيسان ديال العنبه ما يعادل 600 غرام. ما كيدخليش كاملين، كيبقى لي في الاخير كاس ديال العنبه، يعني هاد الحلوه كتاخذ لي 500 غرام بالضبط ديال الدقيق. صافي كنبداو نضيفو الطحين شويه بشويه وحنا كنجمعو، وضفت كذلك معلقه كبيره ديال الخميره ديال الحلويات او ما يعادل ساشي ديال 8 غرام. غادي نبدا نضيف الدقيق ونجمع الخليط ديالي حتى كيتجمع وكنحصل على عجين لينه ومتجانسه، تكون رطبه ولكن ما تلصقش في اليدين.
صافي هذا هو القوام ديال العجين اللي خصنا نحصلوا عليه، تكون رطبه كما قلت مسبقا ولكن ما كتلصقش في اليدين. وبقى ليا 100 غرام ديال الطحين، دخلت لي 500 غرام كما قلت. غادي نضيف دابا الشكلاط فيرميسيل ونحاول ندخلو كذلك مع العجين. ومن بعد غادي نقسم العجين الى قسمين، وغادي نحاول نطلقو ما بين جوج ديال البلاستيكات. غادي نطلقوها حسب السمك اللي بغيتو. انا كنديرها رقيقه شويه، شيئا ما ماشي رقيقه بزاف باش كنبغيها تجيني مقرمشه. اللي بغاها تكون غليظه شي شويه فيخلي العجين يعني غليظه شويه، ما يرققهاش بزاف. صافي من بعد ما طلقت العجين ديالي على حسب السمك اللي كنفضلو انا، يمكن ناخذ قطعه على هذا الشكل او كاس. انا كنفضل نخدم بالكاس كيجيني ساهل. وغادي نبدا نقطع هكذا هلالات او هلاليات. هذا هو السمك اللي كندير اللي كيعجبني. اللي بغاتها كما قلت مسبقا تكون طالعه شي شويه تخلي العجين شويه غليظ. صافي من بعد ما كملت الكميه ديالي كامله وستفتها هكذا في صفيحه للفرن فرشه بورق الطبخ. خديت صفار البيض اللي خليته مسبقا، ضفت له قهوه سريعه الذوبان ومعلقه صغيره ديال الحليب. وغادي نبدا ندهن الوجه ديال الهلاليات ديالي كاملين. هاد المقادير اللي استعملت ديال الحلوى عطاتني 2 طاوات ديال الفران بهذا الشكل. من بعد ما ساليت الكميه اللي عندي كامله ودهنت الوجه ديالها بصفار البيض، غادي ندخلها للفرن اللي عندي سخون مسبقا على نار متوسطه حتى القليله جدا. نحطها حتى طيب من التحت ونولي ندير لها النار على الوجه حتى تذهب وتاخذ لون ذهبي ونخرجها. وهكذا كيكون الشكل ديال الحليوه ديالنا من بعد ما كتخرج من الفرن وكطيب، كتجي على هذا الشكل. وفي الاخير كيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الحليوه ديالنا. كتجي رائعه جدا، لذيذه بزاف، مقرمشه من على برا وهشيشه من الداخل. وبمقادير اقتصاديه كيف ما لاحظتوا كنحصلوا على كميه وفيره فوق ال50 حبه.
كنتمنى اخواتي لا فيديو ديال اليوم يكون عجبكم، ووصفتنا النهار اليوم تكون في المستوى المطلوب. الى عجبتكم فما تنساوش تخليو لي اشتراك ولايك وبارطاجيو لا فيديو مع الاهل والاصدقاء، وما بقى لي الا نقول لكم الى لقاء قريب في وصفة قادمة ان شاء الله.